مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. رح نعمل مع بعض بيتزا. هيك بيتزا سريعة ولذيذة كتير كتير. اهم شغلة بالبيتزا يعني رأيي الخاص العجينة. اذا العجينة ظابطة بطلع معك الموضوع كتير ممتاز. انا من سنين عم بستخدم هذه المقادير اللي هي العجينة الذهبية، كتير زاكية كتير سهلة وبتزبط معي دايما. المكونات هلا انت ما ضروري تستخدمي نفس المج، يعني نفس مجي او نفس حجمه، المهم انه انت تستخدمي في كله نفس الحجم، يعني مره واحده تستخدمي حجم واحد. هلا انا هدول باعتبار كيلو طحين اللي هم 5 مجات من هذه. اوكي، انا رح اكتب لكم المعايير هلا رح يطلعوا على الشاشه، اللي هم نص، يعني هذا باعتبار معيارين. المعيارين انا لقيت ايش عندي، بس رح اكتب لك اياهم معيار واحد علشان تكون اسهل. بدي اعمل نص الكميه. هدول 5 مجات طحين حياخدوا مني 2 لبن، 1 حليب دافي، في قلبه معلقه سكر باعتبار معلقه كبيره خميره، وحسب طبعا نوع الخميره، بس لانه هذه كتير منيحه. نص كوبايه زيت نباتي او اقل من نص شويه، وملح فقط لا غير. بتطلع العجينة كتير ممتازة. تمام. هلا اول شغلة ايش رح نعمل؟ اول شغلة رح احط الملح. طبعا الملح حسب الرغبة، يعني ما ضروري يكون كتير قليل، زي ما تشوفي انتي مناسب. تمام. هحط معه هحط الملح، هحط الخميرة، ظرف صغير خميرة، باعتبار معلقة كبيرة. راح احط اللبن بالاول. اللبن اهم شيء يكون في حرارة الغرفة، يعني مطلعاه من قبل ساعة على الاقل من الثلاجة. تمام. وهلا راح ابدا اعجنهم بهدول المكونات قبل ما احط الحليب. اذا الخميرة عندك مش ضمناها كتير ممكن تحطيها تخمريها بالحليب الدافي، برضو بتسهل. هلقيتها راح احط الحليب الدافي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا بما اني ضامنه المكونات وضامنه نوع الطحين فنزلت الحليب مره واحده. اذا انتي نوع طحينك اول مره تستخدميه او مالك متاكده منه كتير، فيكي تنزليها شويه شويه. هعجنها كلها وارجع لكم تاني. بعد ما بدات تتلملم العجينه معايا راح اضيف الزيت. هلا اذا عندك عجانه بكون طبعا احسن كتير. هلا اللي عنده عجانه يقول لي شو الماركه المنيحه، عشان بدي اجيب وحده، لان الامانه كتير يعني سمعت انه كتير كويسين، فبدي اجيب وحده، بس بدي ماركه تكون مضمونه، يعني الواحد يجيبها واحده ما تخرب بعد فتره. هلا رح اضل اعجن فيها كتير منيح لما كل الزيت يدخل جواها وارجع لكم تاني. هلا بعد ما انعجنت كتير منيح رح اغطيها واسيبها ترتاح على الاقل نص ساعه عقبال ما نكون جهزنا المكونات تبعت البيتزا. بعد ما خمرت العجينه رجعت كنت جهزت المكونات. هلا المكونات او حشوه عجينه البيتزا ما احنا عارفين انه اختياري. اهم شيء الصوص عملته انا يعني على السريع. هو لب بندوره، حطيت يعني صلصه بندوره او لب البندوره معه ملح، توابل بيتزا وزعتر اوريجانو فقط. انا بحط هيك لا غير. الجبنه الصفراء او اي نوع جبنه بتسيح تكون خاصه، يعني بالموتزاريلا خاصه بالبيتزا. البابريكا هذه بابريكا او فليفله بس هنا شكلها رفيع كده. طب ممكن تحطي مشروم، انا بس عشان اولادي ما بحبوه فاستغنيت عنه. ذره، زيتون اسود، بصل ونقانق. هعمل اشي ذره لحال واشي نقانق لحال، يعني ما هحط على نفس نقانق وذره في نفس الوقت. تمام. هلا ممكن تعمليها كبيره ممكن تعمليها صغيره، برضه هذا خياري كتير. انا راح اعمل الشكلين. اول وحده راح اعملها كبيره، جبت صينيه مدوره عشان بديها تطلع مدوره واعملها اطرافها محشيه بالجبنه. فراح ارق العجينه
اقطع يعني قطعة مناسبة وارق العجينة ونشوف. اظبط بس الكاميرا. وهي القطعة المناسبة رح اعملها بالشوبك. عندي شوبك كبير للقطع الكبيرة والشوبك الصغير. هذه بما انها كبيرة هعملها بالشوبك الكبير. عجينة البيتزا لازم ما تكون خميلة كتير، ما تكون كلها عجين. هترقيها. انا ما حطيت تحت لا زيت ولا اي شيء، هي ما راح تلزق، تفك معاكي. وهي قطعة العجينة. بس راح احط هيك رشة طحين خفيفة، هي ما راح تلزق بس الواحد شو احتياطا. هي الشوبك الكبير عشان القطعة هعملها كبيرة. وراح ارق العجين. عجينة البيتزا الحلو فيها تكون مش خميلة عشان ما ناكل خبز. شوفوا بس رفعت اطرافها شوية علشان بدي احط في الاطراف جبنة واتنيهم. ما شاء الله بنتي طبعا مشرفاني. شوفوا هحط جبنة هيك على كل الاطراف واسكر على الطرف. تمام. بهذه الطريقة. وهلا راح بس اني انا اسكر عليها. شفتوا زي كده حضل بس الفها لما تتسكر. زي ما شايفين هيك لفيتها كلها وعملت عليها. هلا راح احط الصوص اللي عملته زي ما قلت لكم، هو صلصة بندورة مع شوية، بس خففته بشوية مية، ملح، توابل بيتزا وزعتر اوريجانو. هلا الصح نحط الجبنة، يعني بشوف في لخبطة احيانا كتير انا بحط الخضار قبل الجبنة. لا، الجبنة بالاول بعدين الخضروات فوقيها، يعني الجبنة هي الأعلى. فيهم يعملوها مثلا إذا الأطفال بيحبوها بس جبنة لحال. حتى الحلو في هذه العجينة إنه أنت ممكن تعجنيها وتخليها في الفريزر، يعني تضلها أصلا عندك وبس عند الاستخدام بتطلعيها. راح أحط شرايح بصل طبعا، يعني عند الصوص والجبنة واللي بعدين كله اختياري. شرايح بصل، شرايح فليفلة كده، يعني زي ما بحبه، يعني زي ما بحب أولاده، زي ما بتحب عيلتك بتعمليهم. هاي كمان هحط شوية زيتون وشوية ذرة. طبعا الذرة هذه اللي أنا مستخدماها هي ذرة مجمدة مش الذرة المعلبة. فيك تستخدم معلبة لو مجمدة، بس لقيت المجمد بيكون طعمها أحسن. راح أحطها بس شوية ترتاح، وأبدأ إيش أجهز صينية تانية. بدي أعمل زي ميني بيتزا صغار. راح أستخدم هنا هذا الشوبك تبعي الصغير. شوفوا قطعتها قطع صغيرة وراح أرقها. راح أرقها قطع صغيرة وأحطها في الصينية. طبعا حطيت زي ما صينية بالأول، حطيت ورق الزبدة. هايهم راح أعملها كلها وأرجع لكم. وهلأ رقيتهم، بس للأمانة كل ولادي ساعدوني ما شاء الله، كل واحد بده يرق وكل واحد بده يشتغل. وأنا بحب يعني إنهم يتسلوا معي في المطبخ، بالذات يعني شايفين انتوا كيف قاعدين في الضال الولاد عم بيزهقوا، فعم بخليهم حتى لو طلع الشكل ما زي ما أنا بدي 100%، بس مش مهم وهم كتير بينبسطوا. فهلأ راح أحط برضو الصوص. راح أحط الصوص عليهم وبعدين نبدأ نحط باقي المكونات على القطع. وهلأ نفس الإشي راح أحط زي ما عملت في القطعة الكبيرة، يعني الميني نفس الطريقة.
الميني بتنفع كتير لو اللي عنده صغار، اللي مثلا إجا جاي عندك ضيوف، بحس أحسن بكتير يعني أسهل في إنهم ياخدوها. هعملها كلها وأرجع لكم عشان مش هطول عليكم الفيديو، بس لأنه هذه أشياء يعني أكيد كلكم عارفينها ما شاء الله عليكم. وهيك بعد ما عملتها كلها إيش حطيت عليه بصل وإشي لأ وإشي فلفل وإشي زيتون وإشي يعني حسب ما الأولاد بحبوا عملتها. حبيت انوع لهم شويه فقلت هعمل شويه جبنه. انا الجبنه اللي بعملها بخلط جبنه صفرة كشار اللي هي بتسيح مع جبنه بيضة اللي تكون هي اللي هي تبعت اصلا البوريك والاشياء هذه. شوف كيف بتكون، بخلطهم مع بعض، بحط عليهم رشه زعتر اوريجانو تعطيهم طعم كتير زاكي، وممكن اذا حباه حراق احط شويه شطه، بس اليوم هعملها مش حراقه كده. وايش بعمل العجينه نفسها، يعني انا عملت شويه عشان اسرع عليكم. ثواني، بعملهم كده دوائر تمام، بعدين بحشيهم زي حبه القطايف، يعني زي القطايفه كده كده. لو ممكن تغيري انه تحطي بدل الزعتر اوريجانو مثلا شبت، بيطلع كتير كتير برضو زاكي. اعملها كده. هم صغار بس عشان الكاميرا كتير، يعني انا قريبه على الكاميرا هم مبين انهم حبات كبار، لا هم صغار. وهيك بعد ما طلعوا معايا من الفرن كتير 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 عجينة طرية هشة جدا جدا، ولونها ذهبي بجنن يعني. شوفوا قديش هشة وطرية مثل القطن أصلا. حتى الجبنة بياخدوا العقل. شوفوا لذيذ وهيك مورقة وكتير زاكية. وهيك قطعناها وأكلناها. وهيك ممكن أقولكوا صحة وعافية ومع السلامة.